ثورة الملك والشاب التي نعيش اليوم ذكراها 64 أكثر من ملحمة وطنية خالدة جمعت ملكا مجاهد وشعبا مناضل من أجل استقلال المغرب وعودة ملكه الشرعي، فهي محطة مشرقة في تاريخ المغرب تجاوز إشعاعها وتأثيرها حدود الوطن ليصل إلى أعماق إفريقيا، فقد ألهمت بشكلها الشعبي التلقائي وبقيم التضحية والوفاء التي قامت عليها حركات التحرير بالمغرب الكبير وبإفريقيا من شمالها إلى جنوبها، كما عمقت الوعي والإيمان بوحدة المصير بين المغرب وقارته بداية من الكفاح المشترك من أجل الحرية والاستقلال، ثم بعد ذلك في بناء الدول الإفريقية المستقلة على أساس احترام